عليكم ورحمة الله وبركاته. أول حاجة لو سمحتوا ممكن ندعي الوالد المتوفي وجميع أمواتنا وأموات المسلمين جميعا. النهاردة ده كان يوم اللي أنا أعرفكم على المدفن بتاع مقابر عائلة المدفن بتاعنا هو للأسف هيتشال في حركة الإزالة الجاية أو عشان طرق وكده، بس حبيت أفكر الجيل اللي بعد كده اللي هيجي يقول له الحوش بتاعنا. احنا الحوش بتاعنا كان 310 متر تقريبا زي ما انتم شفتوا على المساحة الكبيرة ديت. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. أسأل الله لنا ولكم العافية. أول حاجة ما نخش الحوش نقرأ دعاء زيارة المقابر. تاني حاجة تعالوا أوريكم الحوش مكون من كام غرفة والحاجات اللي كنا بنستخدمها فيها والحاجات اللي موجودة فيه يعتبر من أيام جدودي. هنا بقى أول ما دخلت كان هنا زمان بيحطوا المية، وهنا دوت كان بتاع مية. هنا دي الباب ده كان المطبخ. هنشوف المطبخ بس المساحة بتاعة المطبخ كانت عاملة ازاي. كان كل المطبخ كان جدودنا وكده هما اللي كانوا بيبنوا السقف وبنيين الحاجات دي كلها. وبتخرج كان زمان اللي هي دي اسمها كانت قرارة، حاجة اسمها قرارة كده كانوا بيحطوا فيها المواعين. حضرتك مش عارف بقى الاقي فيها فران ولا الاقي ايه، ما علينا. يعني كان فيها بيبقى فيها مواعين وكده، كانوا يعني جدودنا وستي وكده كانوا بيستخدموها. دي شكل القرارة. وكانت الحريم بتيجي تقعد هنا ده يعتبر كان المطبخ بتاعهم لما كان حد بيجي. دي بقى كانت الغرفة يعتبر اللي هي بتاعت الضيوف. كان اجدادي بيجوا هنا، وللاسف الاضاءة هنا مش كويسة، مش احسن حاجة، بس كان في ذكريات هنا. كان بيبقى في كذا حصيرة هنا كده كان اجدادي بيقعدوا عليها او كده. كانت يعني افتكرها من وانا صغير اللي هو الرف اللي هم كانوا عاملينه ده اكيد جدي اللي كان عامله، بس جدي مين مش عارف للاسف. بس انا جيت لقيته كان كل واحد بص، يعني كان بيبقى فيه شيشه. اي نعم هي دي حاجه مش مستحبه او كده، بس هم كانوا بيشربوا شيشه هنا. كان في صف جلابيات هنا، يعني صف الجلاليب اللي بيكون موجود هنا ده كده. كان كل واحد عارف القرافه ليها جلابيه او كان بيجيب جلابيه معاه وبيعلقها. كانت الناس بتيجي تقعد هنا. كانوا عاملين زي مصطبة، كان المصطبة دي بيتفرش عليها حصيرة، والناس الضيوف اللي بيجوا يخرجوا يقروا الفاتحة هنا، ويجوا يروحوا داخلين هنا عشان برضو يبقى في فرق بين الرجالة والسيدات أو كده. تعالوا بفرجكم بقية الحوش. بس الأوضة كانت كبيرة جدا، يعني أوضة يعني مثلا ما فيش غرفة في شقة هتلاقيها كده. ويمكن كمان كان السقف بتاعها معمول من خشب، كان في مروحة. يمكن اجدادي وابويا الله يرحمه هو اللي كانوا بيعملوا الحاجات دي، كانوا بيبنوها على ايديهم. وعمامي كانوا هم الحاجات دي هم اللي بيعملوها بنفسهم. تعالوا نخش قدام شويه كده. هي دي كانت غرفه تانية. بقيه الغرفه دي كانت حاجه اللي هي فيها البطاطين وكده، بصوا زي ما انتم شايفين كده. دي كانت الحصر اللي انا كنت بقول لكم عليه اللي هي كانت بتتفرش. هنا كان في تلاجة برضو، وكان في كل حاجه. يعني طبعا كان منزل كامل تاني كده عشان تشوفوه. وبتخرج بره شويه كده. دي الاوضه اللي هي الماستر، وانا قاعد في اوضه تانية.
يعني بجد مفيش شقة هتكون بالوسع ده. فبجد خلاص ممكن تكون كل حاجة هتروح. ودي دخلت المدافع. أول حاجة نقف نقرب من الفتحة. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. هنا ده بقى كان الحمام. بس كان الحمام تراثه عامل ازاي، يعني بجد كانوا مستخدمين كل حاجة. وهنا غالبا كان بيبقى بير محفور فيه الحاجة. وده كان دخلة الحمام قدام المدافن على طول. ودي المدافن. ودي كانت غرفة تانية. وده كان حمام تاني اللي هو الماستر. كان الحمام ورا هنا بس هو عشان فيه خشب. وده كان شكل الحوش من جوه. زمان السور ده كان كامل، كنا بنقعد عليه وبنقرا الفاتحة هنا. وكان فيه بوابة اللي انا هوريها لكم دي. كان بيخش منها الحالات الوفاة او كده. وكان في حالة تانية. ودي تربة تانية برضو. وكان في عندنا باب تاني اللي هو الباب ده كان الباب دوت كده بيدخل على التربة دي، يكون اسهل عشان الناس ما تعديش، ما تجيش تعدي من هنا. وخلاص يعتبر في لحظة كل بقى الناس اللي بتحبهم، الناس اللي تعبوا في الحوش دوت بجد، فكل حاجة هتضيع في لحظة. يعني المرة الجاية ممكن اجي الاقيه كده، الاقيه تراب. اصعب لحظة تبقى في حياتي ان انا ممكن اعمل مش هلاقي فيديو زي كده تاني، او مش هعرف اعمل فيديو في المكان دوت تاني. بس هو الفيديو دوت كذكرى للناس كلها. يمكن كل احبابنا اللي احنا بنفارقهم كده بيكونوا موجودين هنا. لما تيجي في لحظة اللي انت بيقولك لا احنا هنهد وهنشيلهم ونوديهم في مكان تاني، يعني في حاجة اسمها حرمة ميت. سؤال حول نقل المقابر. اسمع، بتقول لك نقل المقابر خارج العاصمة، ما حكم الإقدام على نقل المقابر الواقعة داخل المدينة إلى أطرافها أو خارجها؟ الجواب: يحرم نقل المقابر الواقعة داخل المدينة إلى أطرافها أو إلى خارجها إذا حصل قبل المدة التي يعرف بواسطة أهل الخبرة أنه معها تستحيل أجساد هذه المقابر إلى الصورة الترابية. وإذا كان بعدها فما كان منها له مالك شخص كان أو وجهه اشترط فيه رضاه، يعني رضا أهل صاحب المقبرة، أو استبدالها، وإلا كان حراما. يعني أنا سمعت إن هو حرام. يمكن النهاردة دوت كان آخر فيديو زي ما انتوا شفتوا الحوش بتاعنا كده. ده ممكن يكون ذكرى للأجيال اللي بعد كده، اللي هو مثلا أحفادي والناس الجيل اللي هيطلع بعد كده. يمكن هو ممكن الفيديو يكون قصير، بس يعني عارف بيبقى فيه ذكريات كتير. كان فيه ذكريات عدت علينا احنا من واحنا صغيرين، لما كل واحد كان بيجي مع ابوه او عرف اهمية الحوش دوت، او بعد ما حد فرقه وخلاص، اللي هو يعني ما بقاش هيشوفه تاني. الذكرى الوحيدة او المكان الوحيد اللي بيفتكروا فيه او بيجي يترحم عليه ويقرأ له الفاتحة كان المكان بتاع الدفن بتاعه اللي هو ده. فدي كان باختصار الحوش. بصوا، هي للأسف الحوش دوت من أيام أبويا الله يرحمه، اللي هو مصطفى هيكل، مصطفى أحمد سالم هيكل. هو اللي مدفون في أول
أول مقابر هنا. فبجد الحوش دوت ليه ذكرى مع كل واحد من واحنا صغيرين. يمكن بصوا من بداية دخلة الحوش أو بتفتكر الناس كلها، يعني أنت لما بيكون عندك حد متوفي أو حاجة، فده المكان اللي أنت بتيجي بتفتكره فيه، بتفتكر ذكرياته وهو جاي. أنا أبويا من صغري كان بيعلمني اللي أنا أحب المقابر من أيام والد الله يرحمه. فيعتبر دي كانت الحاجة الوحيدة اللي بتفكرني بيه لما كنا بنيجي في الأعياد وكده. كان والدي هو اللي بيجي بيحسسني يعني اللي هو مثلا لا انت هتحب الحوش ده عشان في ناس بنحبهم، احنا وصلنا في يوم من الأيام ونبقى هنا. فمش عارف دي أكتر حاجة. فاحنا في يوم من الأيام هنكون هنا، كل الناس يفرقونا أو كده. أنا أبويا يمكن هو عمل حاجات كتير في الحوش هنا، يمكن كان هو اللي بيأسس. يعني مثلا شايف العرق ده، يعني العروض ديت اللي كانت معمولة دي، كان بيجي بيخلص شغله وبيجي يعمل تندة من هنا. يعني هو اللي كان بيفرغ نفسه ووقته كل حاجة طبعا عشان يعملها الحوش. ليه بقى؟ عشان كان والده مدفون هنا. وابويا برضه زي ما كان بيحببني في الحوش وكان بيجيبنا وكنا بنيجي في العيد. يعني مثلا كان يوم الوقفة دوت كنت باجي بنبات هنا، لأن انتوا شايفين الحوش بتاعنا كبير ازاي. فبعد ما كنا بنبات يمكن كنا يعني بيبقى فيه أكل وشرب وكل حاجة، وصلاة العيد كنا بنصليها في مسجد الناحية التانية كده تحت كوبري الاستراد. فبجد الحوش دوت أنا بالنسبة لي كشخصية ليه ذكريات معايا، ذكريات كتير. كفاية الناس اللي احنا بنحبهم موجودين هنا، وفي يوم من الأيام هنطلعهم ونوديهم مكان تاني. يعني مثلا لو انت قاعد في بيت وخلاص البيت ده بقى بيتك، واخدك أوديك بيت جديد كده وتبتدي حياة من أول وجديد. كده كان منظر ده مش بعد حاجة. ما اتهدمت. هي المقابر دي مش بتاعتنا، بس دي المقابر اللي مع فيمكن ديت آخر وقفة هقفها في الحوش بتاعنا، وآخر مرة أكون هاجي لوالدي في مكانه مش في مكان تاني. ثم يمن كتابه ويسر حسابه وثقل بالحسنات ميزانه وثبت على الصراط أقدامه وأسكنه في أعلى الجنات بجوار حبيبك ومصطفاك صلى الله عليه وسلم. اللهم أمنه من فزع يوم القيامة ومن هول يوم القيامة، واجعل نفسه آمنة مطمئنة. اللهم اجعله في بطن القبر مطمئنا، وعند قيام الأشهاد آمنا، وبجود رضوانك واثقا، وإلى أعلى درجاتك سابقا. ده كان شكل المدفع من بره. هو الحد الآخر ده، وده هنا كان الشارع. كان في فيو يا جدعان روعة. في حاجة نسيت أقول لكم عليها.
شايفين العمود اللي هو محطوط ده؟ شايفين العمود الحديد ده؟ افتكر الموقف دوت، والدي الله يرحمه كان في عربية بترجع بظهرها فخبطت الحوش، فعشان كان يحصل فيه شرخة او كده فوالدي جاب الحديدة ديت وعملها، وعملوا اللي هو الحز الارض ده عشان الحوش ما يتضرش. يعني بصوا قيمة الحوش كانت بتوصل لايه، ان هم بيحافظوا عليه اكتر من المنزل. كده انتهى فيديو النهارده. مش هقول لك تعمل لايك او سبسكرايب او كده، كلنا طلبوا منك حاجه واحده بس، ممكن تدعي لجميع امواتنا واموات المسلمين ونقرا لهم الفاتحه. يا رب يكون الفيديو ده ذكرى للاجيال اللي بعد كده عشان يحسوا بالقيمه اللي كانت في ايد جدودنا او كده. هي بصي مش بقيمة المكان او كده، لكن بالذكريات اللي كانت بتبقى فيه. كانت دي اكتر حاجة كانت بتعوضك كل حاجة، ذكريات اللي انت تيجي مع حد هنا. ممكن في ناس ما كانتش بتودي ولادها المقابر او كده، بس يعني انا مثلا كنت بروح مع والدي الله يرحمه. فكل اللي انا هقوله لكم، يا ريت ندعي لكل امواتنا واموات المسلمين بالرحمة والمغفرة. وده كده كان اخر فيديو من الحوش.